السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو فكرت في يوم من الأيام إن أنت تدخل مجال تصميم تجربة المستخدم اليو اكس ديزاين، أكيد سألت نفسك أبدأ منين وأبدأ إزاي؟ وهل البداية ديت هتحقق لي النجاح اللي أنا محتاجه؟ ناس كتير بتتعلم، ولكن بعد الدراسة دي بشهور ما بيكونوش قادرين إنهم يصمموا تصميم احترافي بشكل كبير يحقق لهم العائد المطلوب. وهنا بيجي الفرق. تعال أقول لك إيه اللي مستنيك في الكورس دوت. هتتعلم وتكتسب خبرة من خبرات 22 سنة في مجال تصميم الواجهات وتجربة المستخدم. مش هتعلم لوحدك، هتكون في مجتمع تفاعلي ومعاك منتورز هيقدروا يساعدوك في التوجيه والإرشاد. وهتشتغل على 3 مشاريع حقيقية مختلفة تقدر تضيفهم في البورتفوليو بتاعك. بعد انتهاء الكورس ده مش هتتعلم اليو اي واليو اكس بس، ولكن هتقدر تبني منتجات حقيقية تساعد كتير من المستخدمين في تحقيق أهدافهم. والكورس ده هيساعدك على تحقيق مسارك وتقدر تبني ليك رود ماب حقيقية واضحة تقدر تستغلها في تطوير نفسك بعد انتهاء الكورس. انا عارف انت ممكن تسأل نفسك وتقول انا ليه اسجل في الكورس ده، وهل فعلا هيديني القيمة اللي انا محتاجها؟ علشان كده انا قررت اعمل ويبينار ده مجاني 100%، بحيث تجرب طريقة الشرح وتشوف فعلا وتقدر قيمة المحتوى اللي بيتقدم وتشوف بنفسك قد ايه الكورس ده مختلف. طيب الهدف من الويبينار ده ايه؟ تعرف قد ايه الخبرة بتفرق في نقل المحتوى، هتفهم ازاي الذكاء الاصطناعي الاي اي بيأثر في عمليات التصميم، وهتعرف كمان تصمم لتطبيقات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. وطبعا اخيرا هتقدر تعرف تفاصيل الكورس والمحتوى بتاعه والمدة الزمنية اللي هتاخدها فيها وايه القيمة اللي هيقدر يضيفها لك ان شاء الله. الفرصة دلوقتي قدامك، اما تبدأ تتعلم وتكتسب من خبرات حقيقية مثبتة، او تفضل تحاول لوحدك في دائرة مفرغة. احجز مكانك في الويبنار المجاني دلوقتي وجرب بنفسك قبل ما تاخد القرار.